الغسل هل يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء. السنة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ قبل الغسل، كان يتوضأ ثم يغتسل، سواء غسل جنابة أو غسل جمعة أو غسل إحرام، أي غسل كان يتوضأ أولا ثم يغتسل، هكذا السنة. فلو قدر أن أحدا لم يتوضأ قبل الغسل، فهل إذا انتهى من الغسل يتوضأ؟ ليس من السنة، ليس من السنة تتوضأ بعد الغسل، وإنما من كان متوضئا فليتوضأ قبل الغسل لا بعده. ولم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعد الغسل. ولما أرشد أم سلمة إلى الغسل قال إنما يكفيك أن تحثي الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرتي، فالغسل يكفي، ولكن من الأفضل أن يتوضأ قبل أن يغتسل. لكن إذا لم يتوضأ واغتسل فقط يكفيه هذا.